يسعد أوقاتكم مستمعينا ببرنامج رياضنا كالعادة نحن سوا، واليوم نحن كمان مرة تانية بقرية عربية رح نتعرف على تاريخ عريق، عادات وتقاليد اليوم قرية عربية. مستمعينا اسم القرية اللي رح نتعرف عليها اليوم هي الوعرة. يا ترى ليش سموها هالاسم؟ ايش عاداتها؟ ايش تقاليدها؟ رح نشوف سوا من أهل هالقرية. الوعرة هي قرية عربية، مثل ما يقولوا أهل هالقرية يقولوا إنه هالقرية كتير قديمة. تاريخها بالضبط كمان رح نعرف من أهل هالقرية مستمعينا. الوعرة هي كمان قرية قريبة من تربسبي، لكن عن تفاصيل هالقرية وعن كل شي موجود بهالقرية رح نعرف أكتر من سكان وأهل هالقرية. مستمعينا خلونا نكون سوا لنعرف تاريخ هالقرية سوا. مستمعينا هلا نحن بقرية الوعرة ومعنا الخالة آسيا والخالة النورة. الاثنين رح يحكوا لنا عن تاريخ الوعرة وعن عاداتها وتقاليدها. رح نعرف أكثر من هدول خالاتي الاثنين يلي هن هلا معنا ورح يحكوا لنا على قريتهم. أول شي بنقول لكم يسعد الله أوقاتكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله. الحمد لله. شو وضعكم خالة؟ وضعكم الصحي كيف؟ وضعكم والله صحيح بشكل عام. هالدواليبات فاشات ولا وضعنا الحمد لله لولا هالدواليب زينين. معك دواليب؟ اي والله. اي والله بنعتمد. هسه قاعد اكل حبوب واشرب وبرشري. والله ما ليش خالة؟ راح تعكخ العمر كله يا رب. ليش عمركم ايش قد؟ والله عمرنا ب80. ما شاء الله. وانت خالة عمرك؟ والله أنا امتداد بس 75 80. يعني خالتي نورة أكبر منك. ايه واو يبين أنت أكبر منها. أنا ارتمعت منوبة. العمر كله يا رب. أكيد خالة بهال 80 سنة أنت يعني عمرك 80 سنة ما شاء الله والعمر كله، أكيد بهالوقت وبهالحياة الطويلة مريتي بشغلات كتير وشفتي كتير شغلات من حياتك، سواء إذا يكون شغل أو كنا شغل، كنا نروح ببيوت ونطق الشباح ونطق الود ونبني البيت، أروح وبني البيت ونحط رواق ونحط حطب بين الرواق وبين الزرب ونبنيه ونروح نحلب بتشول القنم ونجيب حليب رسب الهقط ونروح نحط بنبار الجواري جاري هالمعيات هاد تجري نروح نجيب ماء هل محمد دياب هل هناك جاري بار نجيب حطب ونحطب ومحمد دياب بعيدي عليكم. كنتوا تروحوا مشي وتجوا قبل مو هذا نروح جيب لي جواري اني بجواري وبماي وبسجل وبسعد ونروح ونحطب ونحوش خباز من المي الخباز نروح ندور نحوش بس يحبون الخباز كتير. ونحوش هذا نقولها بالصيله ولي مثل البصل يصير بس سجله نروح نحوش ونجيب بصله تناكل أولي ما لا ناكل غير اللبن وهذه هي. كنتوا تاكلوا السمن العربي؟ كنتوا تاكلوا السمن العربي الشغلات اللي فيها قوة ودسم؟ اي هسه والله السمن العربي عندنا الحمد لله بس قليل مو مثل أول. انت تسوي السمن العربي؟ ايه انت تسوي؟ كنا اسوي انا لا اسوي ليش انا صرت عاجز قضي ما عاد تسوي؟ لا دا اسوي والله ولا. يعني لما تعملي كيف تسوي؟ والله جوا عندها الزوبه وهذه شو اسوي عند بيت اول دبشت عجزت راحه دبشتها. قولي لنا للمستمعين كمان خالة كيف تسوين السمن العربية؟ يا ترى عم تعملي لأهل البيت بس يعني تبيعين كمان؟ كان نودي على البلد نبيع ظروف ناخذ ظروف كبار ونبدين ونخلي للعيال ونودي شيء نبيعه. أكيد تعملي جبنة كمان وتعملي لا والله ولا جبن ما نذوقه نلمدهن ونبيعه. تنجيب لنا هدوم ونجيب لنا تعرفين علف الحلال هذه ولا تناكل جبن مثل هسه العالم قامت تاكل جبن قامت تاكل كل شيء. هسه من اول بنين نسوي عيش اللبن حمات تديروا جدريه ناكل عيش اللبن ونحط بيه حبات. هلا ايش ما يكون ناكل وتمر نجيب تمر يجيبون شوال تمر. تحبون التمر كثير؟ التمر يطلعون هيك التمر يديرون عيش اللبن وياكلون تمر وخبز وعيش لبن. ولبن وتمر تمر وعسل وقيمة وهالشغلات. لا والله يا بنالتي العصر صار وقت احنا ما عندنا عصر.
دبس يقولوا لي دبس من العراق يجيبونه هيك يستلش دبس يجيبون حلاوة من العراق بتنك حلاوة دبس ولا يا ولي ما قبل كان مثل هالدور هذا بنيتي ما كان مثل هالدور هذا. طيب خالة بدنا نعرف منكم ليش قرية وعرة سموها هالاسم؟ وعرة قبل كانت الوعرة تروحين من هين حزم تروحين من هين حزم وعرن بيها عرن كثير صجر يصير هالقد صجر عرن نحطبوا حطب ونجيبوا حزم على ظهورنا وسموها الوعرة. قالوا مشان يعني الأرض يلي بهالقرية كلها وعر هيك سموها وعرة. اي وعر بيها وعر صحيح كلها وعر بيها هذا رجله من هين تطلع هيك وهذا رجله من هين تطلع هيك سموها الوعرة. لهيك سموها الوعرة. اي هيك سموها الوعرة. يعني ما إلها اسمين بس إلها اسم بس وعرة. ما نسمونها غير الوعرة. بيجي قدامنا يقولها قبل خربة البقر مسمينها الحضر احنا اسمها الوعرة ما بدلنا. طيب هلا خالة يلي بنى هالقرية مين يلي بناها؟ اول ما عمروا بيها ابهاتنا وعمامنا اجدادنا عمروا بيها وعاد لحجوا الحمد لله لحجوا عاد ولادهم ولادهم واحنا تجوزنا ولادنا يوم عمروها احنا واعي. طيب لما عمروها القرية كم بيت كان فيها؟ مين يلي كان فيها؟ كيف كانت القرية؟ كانت أرض فاضية بنوها؟ كانت أول ما عمروها أرض فاضية وقاموا يفلحون الفدان على بقاع قوموها بور والناب عاد صارت المكاين وقاموا يفلحون بالمكاين. كم بيت كان أول شيء؟ أول شيء يطلعوا لهم 10-15 بيت أول ما حاليا هلا؟ وهسه أنا الحمد لله 200 بيت الحمد لله ما شاء الله. 200 بيت بس أكيد كلكم من نفس العشيرة. الحمد لله كنا من نفس العشيرة جدنا إيش عشيرتكم؟ جدنا أبونا كل والله يا بنيتي إحنا عشيرتنا ده كيف يعني؟ إحنا عشيرتنا هسه يقولون القرباوية واحنا جينا من المقرب يقولون القرباوية كنا مقرب جينا من المقرب يقولون القرباوية والحمد لله احنا عشيرة اللي احنا بقمحت مو طيب خالة العشيرة يعني العشائر بشكل عام اللي بهالقرية ايش فيها؟ ما فيها الحمد لله ما فيهم كل شيء. لا قصدي انه بس هالعشيرة اللي ساكنين بهالقرية يعني عشيرة تانيين مثلا جوالة شرابين لا شمر عندنا يقولوا لهم نشأ له كم بيت صاروا 5-6 بيوت عندنا هذول مهم مني. ايوه حياتكم بهالقرية كيف تمشي؟ الحمد لله حياتنا زينة ومتفقين ودارجين حالنا وقاعدين الحمد لله احنا بخير الناس ونحن بشر الناس. هلا خالة عمر قريتكم شقد حوالي باين قريتكم كتير قديمة. اي قديمة باين يعني من بيوتها مبين انه البيوتها كلهم طين تقريبا نقول عمرها شقد؟ والله عمرها بلشي فوق ال100 سنة. من عمرتها المنار من عمرتها الجوال من عمرتها القراية كل هالقراية هذه عمرها الجميع. انتوا من اصلكم بس احنا ما عفلينا عمرنا. ها انتوا من اصلكم كنتوا من هالقرية مو؟ من اصلنا من هالقرية من عمرنا بهالقرية لا رحنا لا هيك ولا هيك. قال قبل يوم الربيع يطلعون يربعون بالقنا بالعرجة وما العرجة لو من يكف الربيع يقعون على جريتهم ليحصد الزرع. هلا خالة بما انه قريتكم كتير قديمة بالعادة القرى القديمة إلا ما تكون القرية أثرية كمان. يا ترى قريتكم أثري؟ والله ما نندر يعني لسه ما شفتوا شيء. ما شفنا منها كل شيء ما شفنا والله ما شفنا منها كل شيء لا أثري ولا كل شيء. لا طلعوا بها أثار ولا بين بها أثار ما قارب محمد هذي بدور أبوي أثار ما شفنا. وأرض هالقرية كيف للزراعة؟ والله الحمد لله يومنا الوسم زينة السنة سبحان الله. أولي نقولها انتفاع. أولي كنا إحنا فلاحين عند المختار هنا وجدت انتفاعية وانتفعت كل هالحاجة. حكيتي لي عن المختار. أنتي وصلتي لما كان المختار بهالقرية يعني وصلتي لهنيك؟ طيب احنا كنا يعني فترة اللي مختار كان هون كان طيب كنا احنا زاد ولد عمنا زاد الا ولد عمنا خابونا ما كان يظلم أهل القرى ما كان كويس معهم. كان ولد عمه كنا ولاد زلم ما بينا غريب تا يظلم حد ما ظلم حد كنا ولاد عم كنا أهل كنا نروح ونجي ننتقم عند بعضنا يا هالحستين الحزن نروح ونجي على بعضنا. احنا ما عندنا فراقية ما عندنا ما عندكم فرق أبدا. لا 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 احنا الحمد لله كنا هال وكنا نروح متفقين مع بعضنا نروح ونجي ونتخيم عند بعضنا ونقعد الحمد لله. طيب خالة عاداتكم عادات قريتكم تقاليدها كيف بهالقرية؟
والله الحمد لله عاداتنا زين. ناس تخش على ناس، ناس تتعاشر مع ناس، وناس تتعلم مع ناس. أنا الصراحة أول لما شفتكم حبيتكم كتير. حبيت ربك يعني مبين أهل هالقرية طيبين كتير على نياتهم. اي والله الحمد لله. الحمد لله. هسه الشباب كلهم كل يتعللون مع بعض، البناوي تتعللن مع بعض. الحمد لله. ناس تقعد عند ناس وناس تقعد عند ناس. وانتم ما تقعدوا مع بعض، ما تتسولفون، ما تحكون. احنا لولا نقدر والله نروح نتعلل ونعد بعضنا وعد بنات عمنا وقرايبنا نروح، بس ما نقدر رجلين يوجن. تعرفين انت نستأجر نروح نتهرج وعلى شاي وعلى هرجة وعلى قعدة. ليش ما احنا الحمد لله. طيب خالق قعداتكم بهالقرية كيف؟ الحمد لله كيف يعني لما تقعدون قبل قعدات، كانوا يقولوا قبل قعدات العرب بشكل عام قهوة سادة تكون ويقعدون ويغنون هذا القناوي أولي ناس أولي تغني. أولي ندبيش، نروح ندبيش على أبو قدير، نروح على أبو فريع، نروح على أخواتنا، نروح ندبيش. أولي دبشات مو مثل هسه ما يوم الزلم من جري هو دبش. كنتوا تدبكون تغنون؟ والله احنا ما نغني، بشاعر يغني، بواحد يغني، بواحد عنده ماسولة المواصل، والعالم تدبش. واحد كان ماسولة مو نفسها كمان كان نقول مو مثل هذه مثل هنيتكو بها طنبو هذه طويلة أسوين بها طو احنا زاد ندبش عليه هذه. وواحد كان بمقران ما ادري وين راح يلهي يغني واحنا ندبش. كيف كنتوا تدبكون؟ دبشة عرب ما هوش مثل هسه خربون الدنيا. اي هسه بس ما ادري شنو نسوي احنا. ذيك النوبة دبشة عرب وندبش. خالة انت قلتي لنا انه قبل كنتي تعملي حتى السجاد بايدك. ايه لهالوقت تعملين؟ والله هالحد ما عاد نقدر. والله لا عاد نقدر. انت كمان كنتي تحوكي؟ والله نحوك بس ما عاد نقدر. انا نحوك وهي تحوك ونرمي السد ونيره ونسوي، بس ما عاد نقدر نحوك. خالة ايش كانت ادواتكم اللي كنتوا تحوكون فيها ما عدا الصوف؟ ايش كنتوا يعني بشو كنتوا تعملوا؟ الصوف وهذه وشعر نسوي بيوت هني المعز نسوي ونغزلون وبرمون نسوي شقاق ونقعد جوا نطلع نسوي أكبر من هالغرفة. يعني بيوم كامل كنتوا تضلون فيها يعني أكثر من يوم؟ نروح من هالليالي نضل الحصى بيه نطلع هيك جبل هيك. كانت بور ما بيها بيوت، كانت ما بيها عماير ونروح. هسه أنا ما بالله تبني. طيب هدول كمان بإيدك؟ هالشغلات كمان من إيدك؟ إيه هذه مني. أنت كمان سويتي هدول؟ هذا بنيتي والله بنتي تجوزت. على يديها نسوي هذا على يديها. وهدول كمان على يديها بس هذا جابت المسان قهوة هيك خياط. خالة اللي هدول ما عاد أظن ضلوا كلهم اللي هلا عم يعملوا حتى مد عربيات وهالشغلات. هدول كمان أنت تعمليهم يعني ما تقدري تسوي هدول؟ ما عاد أقدر قطعت يا ما عاد تقدري؟ ما عاد أقدر. إيه يا زين ما شوفين ما عاد نقدر. بس جايبت لها مها الصيصاو وهني هي انت تشوفي شلون سوي. ما عاد نقدر نحوك. لو اللي جايه الايام سوينا السد وهاني لاخومها مساجد وحاكنه التمن هالمعجزه هيك كلها شوفوا شلون استوت الاولين. تعجب اولي تعجب. خالة انا لاحظت شيء ثاني كمان فيكم بهالقريه، انتوا الاثنين لابسين نفس الحجاب. هذه ضرتي واني انا الكبيره وهي الصغيره. احنا الكبار هذا. واه ضرتك لك. احنا هنا هالقريه الكبار كنا هيك نلبس. احنا كنا ما نلبس ملافع. ايش يسمون هدول؟ هذه قطره. واللي هاي على راسكم هذه شطفه هبريه. هذه هبريه انت تشطف بيها. احنا ما نعرف بالملفع ما نعرف نسوي. بس يلبق عليكم كثير. ما نعرف نتلفع بالملفع. ما سوينا شيء لبنياتنا. هوا هالدين خالق خسمنا. خالة حبيتكم كثير وحبيت تبعكم. يعطيكم العافيه. وقت برنامجنا خلص. اذا تريدون تقولون شيء ثاني تفضلوا. لا بالله راه تسال ما واحنا زاد ما عندنا برنامج. ده برنامج الحمد لله. يعطيك العافية خالة. الله يعافيك. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. عارفينا عن حالك لنا ولمستمعينا. إيش؟ أنا مريم، أنا محمد الحسين. أهلا وسهلا خالة مريم. شو عم تعملي هلا؟ أسوي خبز صاج. رح تعملين خبز صاج؟ إيه.
كنتي تعرفي رح نجي لهيك عم تعملي لكن ولا انتوا تريدون تاكلون هالخبز هلا؟ لا والله احنا نخبز يوميا، احنا نخبز جاد. ما في خبز هلا؟ والله بيخبز بالفرن بس ما يكفينا. تحبون خبز الصاج؟ نحب خبز الصاج، ويجينا خبز ما يكفينا ونخبز. طيب خالة قولي لنا وقولي لمستمعينا كيف تعملي هالخبز؟ نحط طحين نعجنه ونخبز. طحين نسوي طحين، الحب نطحنه ونسويه. شو هي الأكلة المفضلة اللي أنتم تحبونها بشكل عام أهل قريتكم؟ إيش هي الأكلة المفضلة؟ نحب المرقة. المرقة معاها؟ إيه والله طيب معاها. نحب المرقة. يعني الأكلة المفضلة بقريتكم هي المرقة؟ إيه المرقة. ولا عند العرب بشكل عام؟ عند العرب كلها المرقة. إيه والله. بدك تقدري تعملي خالة نشوف كيف تعملي. يلا بلشي. يلا من زمان عندك هالصاج؟ ايه من زمان. هذا من وقت على الدنيا خبز على الصاج، من صرت وخبز على الصاج. كيف تعلمتيها؟ الخبز الصاج مو مع اي حدا يزبط. تعلمت على الخبز، تعلمت على الخبز وكنت خبيز. اول شيء ما كنت اعرفه صراحه، بس تعلمت بعد ما تزوجتي وشفتي لا قبل ما تزوجت تعلمت على الخبز. من زمان هلا يخبزون، هلا خبز من وعينا على الدنيا نخبز، من وعينا على الدنيا وحنا نخبز يا يما. كانت نشوفك بلكي نحن كمان نتعلم. يا ريت تعال هسه انا خالتش انا علمتش على الخبز. يلا خاله. يا بسم الله. بسم الله. خبيز على الصاج، خبيز ونحب الثريد احنا ونحب الخبز. بيه فرن بتجري، بيه فرن بس ما يكفي، نحن عائلة الحمد لله ما يكفينا. هلا نخبز يوميا نخبز. هسه قدام ما تجي نخبز. كم خبز رح تعملي؟ كم خبز رح تعملي؟ والله اخبز 20 رغيف 30 رغيف ما شاء الله. يوم الحمد لله. عائلتكم كبيرة؟ هي الحمد لله، عندنا عائلة الحمد لله، وعندي شناين الحمد لله، ولادهن. الله يخليك. هذا ولاد ابني، هذا هم الولد. الحمد لله. ونخبز. خالة رح تعملي رقيق كثير ولا كيف؟ هسه شوفي. يلا. خبز على التنور وخبز على الصاج، احنا اهلنا يخبزوا من وعينا على الدنيا واحنا نخبز. تعلمنا على الخبز، عارفين اللي عنده بنيه علمها على الخبز مشان نتعلم. يعني هلا رح تعلمي بناتك وكناتك كلهم؟ هسه قاعده اعلم شنايني، بناتي علمتهن تجوزن. هسه قاعده اعلم بناتي مشان يخبزن باكر، ما ضل دايم لهن خبزن الزلمهن. صحيح؟ بلي. والله دايما قلت لهن خبز لهن، قلت لهن تعلم انت تخبزن لزلمتشن. مو؟ اي والله. بسم الله. يعني خالتك شلون تخبز؟ والله خالتي باينتها شطورة. بسم الله. خبز على الصاج. خبز الحمد لله. وصير عندنا فروح خبز نوزع على الجريه، الطحين، يصير عريس، يصير شغله نسوي. خالة بالأعراس كمان تعملوا هالخبز مو بس بالعزايم؟ بالعزايم وبالأعراس وبكل شيء. نسوي خبز صاج ونحطه نجفي ونحط اللحم عليه. اول كنا نذبح بقر وغنم صراحه، هسه ما عاد واحد يقدر. اي صحيح. هسه عجبنا نجيبها الفرن. تاكلوها بالصحة والهنا خالة. الله يهنيك، الله يهنيك. مستمعينا وصلنا إلى نهاية برنامجنا لليوم. الأسبوع الجاي كونوا معنا بحلقة جديدة بضيعة جديدة.